السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غنقدم معكم واحد الحلوى اللي بعجينه وحده، غندير بها واحد 2 كيلات ساهلين في استطاعه اي واحد يديرهم. ندوزو المقادير على بركه الله. عندي هنا واحد الزبده مارغرين ولا العلبه، واحد الرابعه، وعندي هنا واحد الفرماج مربع او مثلث. عندي هنا 4 الحبات ديال المربع و3 ديال المثلث. عندي هنا واحد الكاس ونص ديال السكر كلاصي. عندي كاس معامر ديال الزيت. عندي واحد هنا اللوز بعد ما سلقته وحمرته، غنطحنو دابا ونطحنو في مونيكس باش يتنيل، او عندكم الكوك تحمروه حتى هو تيجي زوين. هنا عندي او الكاوكاو على حسب الاستطاعه ديال الناس. هنا عندي واحد الباكيه ديال الفاني. هنا عندي واحد خماره وحده. هنا عندي الدقيق على حساب الخليط. هنا غنقول لكم شحال هزات ليا على حساب نوعيه الزبده اللي شحال تهز لينا. بطبيعه الحال واحد القبيصه ديال الملحه. على بركه الله نبدا. اول حاجه غندير الزبده، غندير اول حاجه هي هذا اللوز، غنطحنو، غناخذ منه كاس ندوزو في هاد الهاشوار. اول حاجه غنديرو هاد الزبده ديالنا على حراره المطبخ تكون هذا. غندير عليها السكر كلاصي، كاس ونص، ونخدمو هذا السكر كلاصي مع الزبده. دابا غنزيدو هاد كاس الزيت ونخدمو حتى العناصر الكل. الزبده مزيان حتى تشوفوها شو تجي معاكم لا ترطبه. غادي نزيد لها هاد الفرماج حتى هو ندلكو مع الزبده. هنا بعد ما خدمت هاد الزبده والفرماج وهذا مزيان، دابا غنزيد عليهم هاد الكويس ديال اللوز. تيجي المذاق زوين هذا ديال اللوز مع الجبن، تيعطي واحد اللذه. هنا غنزيدو هاد الفاني، عندكم نتوما تزيدو في العناصر وهي تتخدم معكم مازال الزبده. هنا نزيد واحد القبيصه ديال الملحه. دابا غنبداو نزيدو الطحين تدريجيا. تتجمع معنا الزبده، ونعطيكم القياس اللي درت. تجي لذيذه مع هذا اللوز والجبن. اما الكوك حتى الكوك تا هو تيجي رائع، ولكن اللوز تيعطي واحد المذاق بنكهه اللوز. جربوها، لما لا ديروها في هاد العواشر هذا. بعد ما جمعت العجينه ديالي غنعطيكم المقدار اللي احتاجيت في الطحين. عندي هنا 850 غرام ديال الطحين من كيلو شاط ليا درت المهم 850 غرام اللي عبرت. هنا نقسم العجينه ديالي على جوج، غنشكل منها 2 كيلات كما قلت لكم في الاول. واحده نديرو دير، واحده نديرو طويل. هكذا العجينه ما تتبغيش تدلك. نتوما تديروا هذا القياس، تقادو من الجناب. نتوما كاع درتو هكذا تحطوه في قصريه بحال هكذا باش يتقاد معكم. ونجيب واحد الطاوه ديال الفران ونديروا لها الورق ديال الطهي، نفرشوه ونخدموه.
نتوما حريبلات هكذا. تمشيو بقياس واحد. غنكمل هذا الشكل وندوز للشكل اخر، غنديرو دائري غريبه، عاد ندوز معكم للشكل اخر. انا عمرت الطاوه ديالي دابا، حيدت هذا الشكل هذا وباقي نكمل من الشكل هذا. نيت طاوه اخرى تتجي واحد الكميه لا باس بها كثيره. دابا غنكمل هذه غنديرها في الفران، عاد ندوز للشكل اخر ان شاء الله. بعد ما ساليت الشكل اخر دابا غندوز للشكل الدائري. هنا غناخذوا واحد الكويره اللي غنديروا القياس واحد، غنبداو نكورو ونضغطوا عليها بحال هكذا. غتجينا بحال غريبه. هاد العجينه هادي راه تقدروا تدوبلوا المقادير وديروا فيهم حتى 4 اشكال مختلفين بعجينه وحده. انا اكتفيت بجوج اشكال هنايا، تنعاود ندير معكم شي شكيلات اخرين ان شاء الله. نتوما تمشيو قياس واحد باش تجيكم الشكل الحلوه كامله في شكل واحد. بعد ما كملت الشكل الثاني ها هو الدير كملتو، دابا غنديرو يطيب. نتلاقاو بعد ما يطيب هاد الشكيلات ونبين لكم كيفاش غنزينهم. ها الحلوه ديالنا بعد ما طابت، ها الشكل اللي عطاني هاد المقدار ديال الحلوه، حطيتها في الطوسيل تتبرد. هذا ندوز معكم التزيين. هاد الطويله غنزينها بشويه العسل وشويه اللوز كاسي، وهنا غنزينها بالشوكلاط والكونفليكس. واللي عندكم نتوما كاوكاو يا كوك زينو باش ما اختاريتو، باش ما حبيتو زينوها. هنا ندوزو للتزيين. عندي هنا العسل يكون نوع ممتاز، يكون ثقيل ما يكونش خفيف باش يشد لكم فيه هذا اللون. عندي هنا باش نزين اللوز كاسي بعد ما حمرته، ندهن الوجه ديالها بشويه العسل. ندهنها مزيان. غنستمر هكذا تنكمل هذا الشكل هذا. غندوز معكم الشكل اخر نزينو بالشكلاط كحل ولا ابيض اللي كان عندكم موجود. من هذا الشكل هذا الدائري غنديرو في الشكلاط كحل او اسود ولا ابيض. هنايا ضروري ديروا في باماغي باش ما يبردش معكم ويقصح. هنا غندوزو في هذا الفوتي. غنستمر هكذا تنكمل الحلوه كامله، غنقدمها معكم ان شاء الله. ندير بها الشكلاط هو ها الحلوه ديالنا بعد ما زيناها تبارك الله. شوفوا شحال عطات واحد الطبيسيل اللي هو تبارك الله عامر. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم دعموني باللايك ديالكم والاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد، وجربوها تجي غزاله الحليوه. وشكرا وبالصحه والراحه.